عندما لعب الهلال شاب الهدوء الرياض. ردة فعل الجماهير الهلالية مع مساعد المحمود. لم تكن مباراة الإياب للدور النصف النهائي من دوري أبطال آسيا بين العين الإماراتي والهلال السعودي سهلة على عشاق الزعيم، فبالرغم من نتيجة مباراة الذهاب المريحة إلا أن هدف العينويين المبكر أزعج جماهير الزعيم كثيرا قبل التأهل. الله يبارك فيك، وأنا أحس أن العالمية هذه طال انتظارها، إن شاء الله ممكن تكون قريبة هذه السنة. الحمد لله على الفوز. واجهنا خصم قوي، العين كان هد قوي للهلال، والحمد لله اللعيبة بخبرتهم وبثقلهم بالميدان كسبوا المباراة، والف مبروك قبال آسيا إن شاء الله. والله الهلال لعب طبعا بمستوى، لأنه الهلال فايز في المباراة الأولى، فلعب تكتيك يعني الحمد لله، أقل الأضرار، لا يطلع كروت ولا شيء، ولا يعني يصير إصابات المباراة النهائية، وإن شاء الله كأس آسيا راجع بإذن الله لعرينا الهلال. هدف الشمراني أشعل الجماهير الهلالية التي بدأت تشاهد حلمها يتحقق ويقترب من ملامسة الواقع. الهلال في نهائي آسيا، أمر جعل الهلاليين يحتفلون بالاقتراب من الكأس ويتغنون باسم فريقهم مع انتظار دورهم في مدرجات ملعب الملك فهد في مباراة الإياب للنهائي المنتظر. المباراة كانت حلوة، المدرب ذكي يعني دخل يلعب بأقل مجهود عشان يفوز، وهذا اللي صار. يعني كنا مضغوطين، جاء الجول انضغط العين، شفت طلع كرت أحمر. هذا هو الهلال، توصلنا النهائي وإن شاء الله الكاس يا رب. أحط علامة استفهام على المدرب على طريقة لعبه في الشوط الأول، بهذا المستوى مستحيل تجيب كاس آسيا. بالتوفيق للهلال. أول شيء مبروك للزعيم، المبروك لنا يعني، وهارد لك للعيناوية، وبنلعب على نهائي آسيا، وإن شاء الله الزعيم عودنا أنه ياخذ آسيا وراح ناخذ آسيا إن شاء الله. حلم الهلال بتحقيق الكأس أصبح على بعد خطوة واحدة، وهو الأمر الذي يعني أن جماهير الهلال في انتظار وشغف كبير لموعد الحسم. مساعد المحمود، بي إن سبورتس، الرياض.